السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده باذن الله هعمل معاكم ايس كريم المانجا بدون قوالب، بدون كمان كريم شانتيه. هنعمل بقى كده، هنستخدم كده افتكاسة او فكرة جديدة هتغنينا تماما عن استخدام القوالب. باذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقة، بس تشوفوا لايك حلو زيكم كمان اشتركوا. اول حاجة معايا كده حبتين من المانجا، وزن الحبتين دول كده نص كيلو. هجيب بقى كده المانجايه وهحطها بقى كده على السيف بتاعها، وبعد كده هبدأ اجيب سكينة وهعوجها عوجة بسيطة وهبدأ اقطع عشان بس تتقطع معايا القطع بكل سهولة. تمام زي ما انتوا شايفين بقى كده. بعد كده هحضر عندي بولة، وكمان هحضر معلقة صغيرة، وهبدأ افضي المانجا بالشكل ده. نجيب برضو التانية، برضو هبدأ افضيها برضو. مش برضو ليه المانجايه التانية برضو قطعتها بنفس الشكل. تمام، ده كده زي ما قلت لكم، ده كده نص كيلو من المانجا. هبدأ ان انا احطها في الفريزر كده عندي لمدة 4 ساعات. طبعا كده نحضر الخطوة التانية. معايا كوبايتين من اللبن، احط كمان 3 معالق كبار من السكر، وكمان معلقتين من النشا. كل ده على البارد، لسه ما شغلتش النار. بعد كده هبدأ بقى اقلب كده المكونات دي كلها كده مع بعضها، وبعد كده هبدأ ان انا اشغل النار. اقلب طبعا تقليب مستمر لحد بقى ما كده يبدأ طبعا الخليط طبعا يتقل عندي. اول بقى ما الاقي كده ان الخليط اللي عندي، هبدأ ان انا اهدي النار وهسيب الخليط يغلي، يعني كده على الاقل، يعني لو كان مثلا 4-5 كده غلوات هيبقى كويس جدا، بحيث اضمن ان النشا تكون استوت كويس جدا، بحيث بعد كده طعمها ما يبانش في الايس كريم. طيب بعد كده طلعت الايس كريم طبعا من التلاجة زي ما قلت لكم بعد 4 ساعات. هبدأ بقى كده اضيفه لشفشق الخلاط، وهضيف كمان الكريمة اللي حضرتها. طبعا هي طبعا كانت بردت، وحطيتها برضو في التلاجة حوالي كده ساعتين. هبدأ برضو كده اضيفها، وكمان هضيف نص كوباية من المية الساقعة، وكمان معلقتين من السكر. ده طبعا اضربهم كويس جدا بشفشق الخلاط. وبعد كده حضرت قالب عندي او اي علبة، مش لازم طبعا القالب ده، اي علبة عندك. زي ما انتم شايفين بقى قوام الايس كريم اهو. عايزه اقول لكم ان السكر مظبوط جدا جدا. لو حابه السكر يكون زياده شويه ممكن تزودي معلقتين سكر كمان. هبدا ان انا اضيف كمان الايس كريم زي ما انتم شايفين. ده كده صوص مانجا انا حضرته في البيت، وعباره عن نص كوبايه من عصير المانجا. ضفت معاه معلقتين من السكر، وكمان عصره خفيفه جدا من الليمون. رفعتهم على النار، على نار عاليه في البدايه، يعني يغلي كده غلوتين، وبعد كده بدات ان اهدي النار. اخد على النار عندي 10 دقايق، وطفيت عليه، وبعد كده سبته طبعا لحد ما برد تماما، وكمان حطيته في التلاجة، يعني في التلاجة كده حوالي كده ساعة. تمام. طيب زي ما انتم شايفين اهو، طبعا نزلت في الاول طبعا في القالب خالص بشويه من خليط طبعا المانجا، وبعد كده صوص المانجا، وبدأ حطيت شويه كمان من الخليط، وحطيت بقى كده على الوش صوص مانجا. قلت يعني ازين بقى كده الايه القالب، يعني زي ما احنا عارفين العين بتاكل قبل الفم. طيب بقى طبعا عندي برضو خليط من ايس كريم المانجا، فجبت بقى اللي هو قشر المانجا اللي احنا فضيناه. هبدأ بقى اضيف صوص المانجا او ايس كريم المانجا طبعا بالشكل ده. وحضرت عندي كمان اللي هي عصيان الايس كريم هنا. بس كنت بقول لكم ان انا بس يعني بدخل العصايه جوه خالص، بحيث لما تسقع بعد كده واجي اطلعها ما تفكش وتبقى متماسكه. حضرت كمان علبه، هبدأ بقى اضيف كده الايس كريم طبعا بالشكل ده. طب اخد عندي طبعا قد ايه في التلاجة؟ يعني بياخد كده 8 ساعات. تعالوا بقى اقول لكم بقى ازاي نقشره بكل سهوله. بص بقى زي ما انتم شايفين اهو بيتقشر بكل سهوله كده. بقى عندنا احلى ايس كريم. بصوا بقى بدون قوالب، بدون ما اروح ادور بقى يمين وشمال بقى على قوالب. فلا انت تقدر طبعا تعمليه في البيت وبكل سهوله.
اتمنى طبعا ان طريقة النهاردة تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله.